حيا الله فيكم من جديد بمطبخ رولا ووصفة جديدة. طبختي اليوم ولا أسهل من هيك، مكوناتها بسيطة، ما بتاخذ معنا وقت، وقيمتها الغذائية كثير عالية. بنبلش الطبخة وبنقول بسم الله. بالبداية بدي هون مجموعة من الخضار. أنا حطيت بطاطا، جزر وفطر وبصل وفليفلي وثوم. طبعا تقدروا تحطوا كوسة إذا بدكم، كمان الكوسة بيطلع طيب معها كثير. في بروكلي كمان إذا بتحبوا. قطعت الخضار مثل ما شايفين لشرحات، ما بدنا اياها تكون كثير سميكي، تكون رفيعة شوي شرحات الخضار. عندي هون الفطر الكبير، الحبة الكبيرة قطعتها نصين، والصغير تركته مثل ما هو. هون الثوم كمان قطعته لشرحات، وحطيت الخضار كلها فوق بعضها. هون عندي شوي من الكزبرة الخضراء، الكزبرة بيعطيها نكهة كتير طيبة. وهون عندي قرن من الفليفلي. عندي مجموعة من البهارات، كركم، بابريكا، فلفل أسود، بهارات مشكلة، كمون، كزبرة وملح، ملحتها. بعدين هون أضفت عليها شي 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون. كمان زيت الزيتون بيعطيها نكهة كتير طيبة وقيمة غذائية أكبر. عندي هون شوي من الزبدة، هاي اختيارية. بعدين حطيت عليها كوب من المي وغلفتها بورق الزبدة والقصدير، ودخلتها على الفرن لحتى بس تستوي نص استواء. عندي هون الفيليه السمك، حطيت عليه رشة من الكمون، رشة من الفلفل الأسود، رشة من البابريكا، ورشة من الكزبرة والملح. وحطيت عليهم كمان شي ملعقتين كبار من زيت الزيتون. وراح أتبل بإيدي هيك، دخل التتبيلة بكل السمك. بعدين شلت الصينية من الفرن وحطيت عليها هون قطع الفيليه. وبعدين هون رشيت عليهم رشة من بهارات السمك، ورشة من الروزماري اللي هو إكليل الجبل، كثير بيعطي نكهة طيبة للسمك. بعدين غطيتها بورق الزبدة والقصدير ودخلتها، رجعت على الفرن أول ربع ساعة مغطاي. بعدين شلت القصدير عن الصينية وخليتها تاخذ هالتحميرة الحلوة اللي شايفينها أمامكم. عن جد يا جماعة، عن جد ولا أطيب من هيك. نصيحة مني، جربوها، كثير كثير طيبة ومغذية. ولا تنسوا انه دعمكم هو اللي عم بيخليني استمر معكم، وبتشكركم من كل قلبي. وبشوفكم بفيديو جديد، وباي باي.